من اكتر الحاجات اللي بتدخل معانا في اكلات كتير جدا هي اللحمه المفرومه المعصجه، زي المكرونه البشاميل او المسقعه او الرقاق، او ممكن ناكلها لوحدها مع مكرونه او نخطف منها ساندوتش على السريع. هوريلكم النهارده ازاي بعملها على طريقتي وايه المكونات اللي بضيفها علشان تخلي طعمها تحفه. الحله هنخليها على نار متوسطه ونحط فيها معلقه كبيره زبده او زيت زيتون، وبستخدم دهون علشان اللحمه اللي هعمل بيها الوصفه دي نسبه الدهون بتاعتها قليله جدا. بصله كبيره مفرومه ناعم، وبستخدم لكل نص كيلو لحمه مفرومه بصله واحده. هنقلبها لغاية ما تدبل شوية ولونها يتغير، وبعد ما لون البصل يتغير هنضيف عليه فصين توم مفرومين ناعم. وبعد ما بنقلبهم مع بعض كويس هنضيف معلقة صغيرة سكر، ودي أول تركاية هتفرق في طعم اللحمة جدا. هنضيف نص كيلو لحمة مفرومة، وزي ما انتوا شايفين اللحمة حمرا ودهونها قليلة. هنقلبها شوية، وأول ما اللون الأحمر بتاعها ده يبدأ يروح هنضيف عليها باقي المكونات: معلقة كبيرة صلصة طماطم، معلقة كبيرة كاتشب. هنقلبهم شوية، وبعد كده هنضيف عليهم طماطمية حجمها متوسط متقطعة مكعبات، أو 5 حبات طماطم شيري متقطعين، ومعاهم جزرة حجمها متوسط مبشورة ناعم. ودي تاني حاجة فرقت معايا في طعم اللحمة، ده غير ان هي طبعا علت من قيمتها الغذائية. وبعد كده هنضيف عليهم معلقة كبيرة من الصويا صوص. ونيجي بقى للتوابل: معلقة صغيرة من الملح، فلفل اسود، بابريكا مدخنة، كاري مدخن، 7 بهارات وبهارات اللحمة. وفي اللحمة المعصجة مش بستخدم أي مرقة سواء كانت جاهزة أو معمولة في البيت. معلقة كبيرة من دبس الرمان، بحب أضيفه علشان بيعادل شوية طعم السكر الموجود في الوصفة، سواء كان من الطماطم أو الجزر أو السكر اللي ضفناه في البداية. هنديلها تقليبة سريعة، وهنهدي النار عليها ونغطيها ونسيبها تستوي تقريبا تلت ساعة. ريحتها تحفة وطعمها خطير بجد، هتنفع معانا في كل الوصفات اللي حابين نعملها، ونقدر بكل سهولة نعمل كمية أكبر من كده ونحفظها في علب في الفريزر، تبقى جاهزة معانا لو حابين نستخدمها في أي وقت. هستناكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو لو انتوا على انستجرام، تيك توك أو فيسبوك، أو اشتراك في القناة لو انتوا على يوتيوب.